يا جماعة، اللي بيحصل في الزمالك السنة دي ده مش كورة، ده سيناريو سيما ما بيتكتبش غير في 100 عقب. احنا النهاردة مش بنحتفل بمجرد فوز على الاتحاد السكندري 1-0، احنا بنحتفل بظاهرة كروية هتتدرس. تخيل ان الفريق اللي كان كله بيقول عليه منتهي وموقوف من القيد، النهاردة هو اللي راكب الدوري، هو اللي محقق أطول سلسلة فوز في المسابقة، 8 مباريات متتالية. رقم قياسي بيكسر عين اي حد شاكك في روح التيشيرت الابيض. الزمالك النهارده بقى بعبع الدوري، بالارقام مش بالكلام. اقوى هجوم، اقوى دفاع، وصداره مستحقه بفارق مريح. ايه السر وايه اللي مخلي المستحيل ده يبقى واقع؟ لو عايز تعرف السر بص على تفاصيل ماتش الاتحاد. بص على بزيرا اللي كان بيتحول لمدافع تالت مع بن تايج في لحظه، وبياخد الخط سبرنتات في 90 دقيقه علشان يقفل الجبهه. بص على ناصر منسي اللي بقى بينزل تحت الدايره ويستلم ويدوس ويحارب على الكوره كانه ناشئ بيثبت نفسه لاول مره، وهو في الحقيقه اهم مهاجم في مصر حاليا. مفيش لاعب في الزمالك النهارده بيقول انا نجم، الكل بقى عساكر في كتيبه معتمد جمال. شوفوا المهدي سليمان وهو بيشيل تسديدة عبد الرحمن مجدي، شوفوا الثبات الانفعالي للفريق وهو مضغوط. دي حالة توحد بين الجهاز الفني واللعيب، اننا هنموت نفسنا علشان الدوري ده ما يروحش مننا. مفيش صفقات، مفيش مشكلة، احنا عندنا رجالة بتسد عين الشام، واللي يكمل اللوحة ديت هو جمهور الزمالك. يا جدعان ايه العظمة دي؟ المدرجات النهاردة كانت زلزال، وكأنه نهائي كاس عالم مش ماتش دوري. الجمهور ده هو اللي بيحرك الصخر، هو اللي خلى اللعيبه دي تحس ان وراها جيش ما بيقبلش غير بالمركز الاول. الحاله اللي احنا فيها ديت هي معجزه بكل المقاييس، انك تستلم فريق متدمر فنيا وتطلعه لمنصه الصداره بالناشئين وبالمتاح. دي عبقريه من معتمد جمال. قولا واحدا، الزمالك السنه دي بيعلم الكل يعني ايه كيان، يعني ايه روح. احنا مش بس راكبين الدوري، احنا راكبين التاريخ كمان ب8 انتصارات ورا بعض. مبروك لكل زملكاوي، استمتعوا بفريقكم لان اللي جاي لسه فيه حكايات اجمل بكتير. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان دايما تنورني، سواء زملكاوي او اهلاوي او حتى بتشجع سكر الحوامدية.